مباراة النادي الأهلي القادمة ضد فريق صن داونز في دوري أبطال أفريقيا. المباراة يوم السبت الساعة 3 عصرا. مباراة صعبة. طبعا نادي صن داونز هيبقى فاتح الملعب للجماهير، وهيعمل حفلة قبل المباراة عشان يوتر لعيبة النادي الأهلي. بصراحة هما بينجحوا في كده. بس إن شاء الله لعبتنا هتبقى حاضرة وهتركز، وإن شاء الله كولر يذاكر الخصم كويس، وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية ونصعد لنص نهائي. بالنسبة في أخبار إن وصلت لي إن مارسيل كولر مقتنع إن هو يلعب محمد هاني باك شمال عشان يحيى عطية الله مصاب وكريم الدبيس مصاب، فهو عايز يلعبه باك شمال. ففي ضغط من شركة الكورة في النادي الأهلي حاولت تقنع كولر إن هو يضم خالد عبد الفتاح أو علي معلول في القايمة، يضمه في القايمة عشان يشارك باك شمال. النهارده نادي الزمالك أعلن رسميا خصم 25% من مستحقات اللاعب ناصر ماهر لاعب نادي الأهلي السابق، بسبب اللي هو معترض على التشكيل، معترض على الوقت اللي هو بينزل فيه، مش عاجبه حاجة من الآخر. عايز يلعب على مزاجه، مش عاجبه أي حاجة. النهارده رضا سليم أبلغ الكابتن محمد شوقي والكابتن محمد رمضان إن هو غاضب جدا على التصريحات اللي صدرت من محسن صالح، اللي هو قالك إن مارسيل كولر مش مقتنع بيه قبل ما يتصاب بسبب الإصابة المزمنة اللي حصلت معاه مع الجيش الملكي المغربي.